السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. جايلكم بفيديو حلو قوي وسريع، الكبده الاسكندراني بطريقه حلوه قوي وسهله. بصوا، الكبده انا بجيبها، انا عاده ما بحبش الجزار يقطعها، انا بجيبها بخليه يقطعها لي شرايح، وانا باخد الشرايح وبقطعها بالسكينه كده علشان تكون اتاكد ان هي نظيفه، لان دايما البلانشه اللي عندهم ما بتبقاش ممكن تكون مش نظيفه او كده، فانا بتاكد منها بنفسي هنا في البيت. اول حاجه عشان اعملها لازم اتبل الكبده كويس قوي. وعلشان اتبل الكبده، الكبده ما بتتغسلش يا جماعه، انت بتشيلي القشره الخارجيه فقط، وبعدين بتبداي ان انت آه، ت- هتبداي ان انت تتبليها وتشتغلي معاها وخلاص. هنبدأ بقى كده يا بنات نتبل الكبدة. هنحط معلقتين كبار كده من الخل. الخل حلو قوي مع تتبيلة الكبدة، بيمنع اي زفارة ممكن تكون فيها، خصوصا لو الكبدة كان فيها كلاوي او قلوب او كده، دي بتبقى فيها زفارة شوية، فهو هيظبط الموضوع ده. حطيت كمان معلقة كده كبيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الملح، وكمان رشة من الكزبرة، ورشة من الكمون، وحوالي 3 4 فصوص توم كده زي ما انتم شايفين، وحوالي ربع معلقة من بهارات اللحمة. وبدأت كده هبدأ ان انا اتبل كل الكلام ده كده، تبلته وهقلب كله كده وهسيبها في التتبيلة، يعني حوالي ساعة ساعتين. كل ما بتقعد في التتبيلة بيكون افضل. تمام. بعد كده هنبدأ هنجيب طاسة بقى كده سخنة جدا جدا، لازم الطاسة تكون سخنة قوي، وهحط كده يعني حوالي ربع كوباية من الزيت او اقل، ممكن تستعوضي بالدهون ديت اللي بتكون مع القلوب. وهنبدأ كده نحط اول ما تسيح كده، هنبدأ ناخد حوالي يعني فصين توم متقطعين كده صغير او مهروسين، وهنحطهم كده، وكمان حطيت رشة من الكزبرة عشان تدي ريحة حلوة خالص كده. اول ما تسخن كده وابدأ اشم ريحتها، هبدأ انزل بالكبدة على طول مباشرة. نلاحظ ان الدهون هنا بدأت تحمر، لو ممكن انتي عايزاها ما تحمرش كده خليها فاتحة شوية وانزلي بالكبدة، ولكن انا خليتها كده علشان تسيح وتأدي دورها كده تمام. وبعد كده هبدأ ان انا هشيلها كده، وانا بقلب كده هشيلها خالص، مش عايزاها. وهتبدأوا هتشوفوا طبعا الكلام ده معايا وانا شغالة كده، او بدأت كده هشيل اي دهون كده اللي اتحمرت دي الدهون دي تعويض عن الدهون الكتير، يعني السمنة او الزيت ديت ما بحطش كتير، لكن الدهون دي بتعوض لي الموضوع شوية، وخصوصا بتبقى حلوة مع الاكلات دي. ويا سلام بقى لو كانت ليا دهون، ليا بتبقى اجمد، بتبقى ريحة الكبدة بجد يعني زي اللي في الشارع بالظبط. هبدأ كمان بقى هنا في المرحلة دي هتبلها من جديد، وهحط فلفل اسمر وكزبرة وحبة كمون تاني، وهنبدأ ان احنا نقلب كده زي ما انتوا شايفين. لو انتي معاكي عندك قلوب او كلاوي حطيها في الاول قبل الكبده تتقلب شويه، وبعد كده انزلي بالكبده وقلبي، علشان الحاجات التانية دي القلوب والكلاوي بتاخد وقت شويه في السوا. في المرحله ديت الكبده نزلت ميتها وهتبدا كده تشربها. اخر تركه معايا ان انا هحط كده ايه حوالي قرنين فلفل، انا حطيت فلفل رومي، ممكن تحطي طبعا فلفل شطه. وهحط في المرحله دي كمان معلقه من الخل. لو انت الكبده بتاعتك كانت يعني ايه ما استوتش قوي، ممكن ما تحطيش ميه خالص، الميه بتاخر السوى وبتدي زفاره غير طبيعيه. حطي خل كل ما تبقي عايزه تسويها، حطي خل لحد ما تستوي. انا ما غابتش معايا لانها كانت كبد بس. وهبدأ كده زي ما انتم شايفين التقديم، حطيتها كده في سندوتش فينو مع الطحينة، سلطة الطحينة، وبجد جامدة جدا. بصوا الكبدة استوت يعني في زمن قياسي، وطبعا مخلل بقى الخيار والحركات بجد طعمها كان حلو جدا. يعني انا هدوقها كده قدامكم، انا كده كلتها كان نفسي يعني ايه اقول لكم افتح الصوت واوريكم التعبير بقى بجد، يعني لان كانت طعمها خطيره خطيره خطيره. جربوها بجد، الطريقه دي هتعجبكم جدا. طعمها بالظبط بالظبط كبده المحلات الشهيره، اكبر المحلات كبده الاسكندراني. بجد جربوها هتعجبكم قوي. ما فيش ما حدش يختلف عليها. اشوفكم بقى في فيديو تاني جديد، دي اكلات العيد، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في اكلات تانية، والسلام عليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده.